موقف كهربا والغرامة وآخر المستجدات. نسمع كابتن أحمد حسام ميدو ونرجع لبعض مرة تانية. اتفقنا ان يوم 8 فبراير يوم 8 فبراير اتخذ قرار ضد كهربا. تاني يوم محامي كهربا طلب حيثيات الحكم. القاضي لازم يرد بقى بحيثيات الحكم، بتاخد من شهر ل3 شهور، فقدامها تقريبا ممكن شهر كمان ماكسيمم والراجل يرد. اليوم اللي القاضي يرد فيه على كهربا ال60 يوم يبدأوا، اللي هي ايه؟ الفترة بتاعت السداد. كل ده الايام اللي فاتت دي كلها فترة السداد لسه ما بدأتش، او مهلة السداد لسه ما بدأتش. طيب الراجل رد في خلال الشهر اللي جاي ده، قال لك حيثيات الحكم ان انا شفت ان انت راجل مشيت وعملت كذا وكذا، فانا حكمت عليك ان انت لازم تدفع الرقم ده يا اما هتتوقف. يبدأ بقى ال60 يوم. لو ال60 يوم عدوا وكهربا ما سددش والموضوع رجع للجنة الانضباط تاني، قصة بقى. كهربا ممكن بقى الوقف بتاعه اللي جاي ده يبقى على الأقل سنة، والغرامة تزيد بنسبة كبيرة، وده طريق أكيد كهربا مش هيروح له. أكيد كهربا مش هيروح له، لأن لو المهلة بتاعت ال60 يوم خلصت وكهربا رجع نادي الزمالك بقى على كهربا تاني، رجع للقاضي قال له الراجل ده ما دفعش الفلوس، القاضي ساعتها بقى ايه؟ يضرب جامد، لان معاه القانون والموضوع الزمالك كده كده هياخد فلوسه. انا بقول لكم الاجراءات القضائيه بتاعت الفيفا ايه، لان الموضوع فيه قرار بيتاخد في الفيفا وبتاع. طيب في بقى اجراء تاني او طريق تاني كهربا، وانا اعتقد ان هو ده اللي هياخده، وهو ده بقى اللي يشتري له من ساعتها على الاقل 5 شهور كمان يفضل يلعب فيهم. ايه هو بقى الاجراء ده؟ ان يجي من اول لما القاضي يرد عليه بحيثيات الحكم اللي هو في خلال الشهر ده، قدامه 21 يوم يطعن فين؟ في الكاس، في المحكمة الرياضية الدولية. بيطعن على مين؟ على الفيفا، على قرار الفيفا بإيقافه. لكن ساعتها هيدفع كام؟ حوالي 100,000 فرنك سويسري. 100,000 فرنك سويسري لازم يدفعهم، وهو ايه؟ وهو بيعمل الابيل. يعني ايه ابيل؟ التظلم، الطعن على القرار. وده اللي كهربا هيعمله. هيروح داخل النهارده في اول 3 اسابيع، هيروح مستني لغايه يوم 18 19، ما كل ده هو ايه؟ بيلعب، ويدفع 100,000 فرنك، 70,000 فرنك بلس 30,000 فرنك غرامه، ويطلب، يقول بيطعن على قرار القاضي بتاع الفيفا فين؟ في المحكمة الدولية الرياضية. بس بقى هنا في ريسك، الراجل يا يقبل الطعن يا يرفضه. يعني من حق الناس في المحكمة الرياضية اللي هي الكاس يقول لا انا هرفض الطعن، ودي نسبة مش كبيرة. قبل الطعن، ساعتها كهربا معاه من ساعتها على الاقل 4 شهور كمان يقدر ان هو يلعب فيهم. لكن هل كهربا عنده اي نسبة قليلة حتى في ان الطعن ده يلغي الغرامة اللي على كهربا؟ لا، لا، مش كده كده كهربا هيدفع الفلوس، لكن كهربا عنده ان هو يفضل يلعب بالاجراءات، والمحامي بتاعه يشتغل في الموضوع صح، والموضوع هيكلفه شويه فلوس، لكن يقدر ان هو يشتري وقت لغايه شهر 8 او شهر 9 اللي جاي. شهر 8 او 9 اللي جاي. طيب ساعتها بقى لما يتاخد قرار بالحكم، الغرامه تزيد اوتوماتيك
25%. فيبقى الرقم اللي هو 2 مليون دولار عالي بقى بقى 2.5 غير الغرامات اللي عليه والفوائد. الفوائد اللي عليه هيخش في حوالي 3 مليون دولار. فهمتوا يا جماعه اللعبه ماشيه ازاي؟ قصه واضحه. يعني طبعا كهربا النهارده منزل ستوري بيتكلم على الميداليه دي تسوى كام وبتاع، كنوع يعني من الهزار. لكن الحقيقه اللي انا بقولها لكم هي دي الحقيقه. كهربا بيشتري وقت مع المحامي بتاعه، وبيحاول ان هو يسلك كل الطرق القانونيه والاجراءات القانونيه للتعطيل، يعمل ديلي تعطيل ان هو بقى ينفذ الحكم امتى. يفضل بقى شغال في القصه دي. انا قلت لكم كل القصه. ممكن يفضل يلعب الجيم ده لغايه شهر اغسطس او سبتمبر الجاي اخره. يفضل ان هو يلعب الجيم مع الناس كده. هيدفع فلوس اكتر، ده هيكلفه فلوس. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان طبعا كلام الكابتن احمد حسام ميدو عن غرامة كهربا وعن طريقة سدادها، او ان كهربا هيتأخر وممكن ان هو يسدد بعد 5 او 6 شهور بعد الطعن اللي ممكن يقدمه في الكاس وخلافه. دي كانت اخر المستجدات في قضية كهربا والغرامة طبعا اللي عليه لصالح نادي الزمالك. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معانا للنهاية تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.